جابت رامز جلال الأرض وبالطريقة فرجت خلق الله على فشله. كل حاجة بانت على ايديها وبرنامجها خد اللقطة منه. المذيعة بسمة وهبة فاجأت رامز باللي بتعمله مع ضيوفها. ازاي بسمة وهبة غلبت رامز جلال؟ هل نجحت تجيب ضيوف رفضوا يطلعوا معاه؟ ليه شغلها أحرج رامز جلال؟ جوه الفيديو ده هتعرفوا التفاصيل في حكاية جديدة من حكاوينا. بسمة وهبة حلفت تنجح بمجهودها، واخر موسم من العرافة هيكون علامة في تاريخها. قدرت تعمل اللي رامز معرفش يعمله، جابت نجوم ما بينهم خلافات وصيتها ذاع بين كل الفنانين، لهفت الترند منه وخدته غسيل ومكوى بس بالتفوق والاجتهاد. لبست الاخصام في بعض وطلعت اسرار الصندوق الاسود بشيخ الحارة. رامز اتفق مع الفنانة ريم البارودي علشان يصور معاها، وطبعا عدوها اللدود ريهام سعيد معاها، بس هو فشل، وقبل التصوير بيوم واحد اديته الصابونة وما راحتش. لكن بسمة عملتها واستضافت ريم واللي شعللت الحلقة بكلامها الجريء عن كواليس طبطبة ريهام عليها في رحيل ابوها. بسمة قدرت تبين فشل رامز وعرفته انه مش مذاكر كويس. الموضوع داخل في الجد والتحدي ما بينهم كبير، بس في الاول والاخر الحكم يرجع للجمهور والايرادات اللي هيحققوها. ومن الظاهر كده ان الجولة دي مكتوبة باسم بسمة وهبة. برنامج العرافة قاعد ومتربع في الموسم ده، والضيف التاني كان بوسي وسعد الصغير. طلعوا كل المستخبي ودخلوا في بعض شمال، وحلقاتهم عدت المشاهدات المتوقعة، وده لان بوسي اتكلمت في حق سعد وجابت كل اللي عندها، ومن هنا الكلام بينهم سخن قوي، واسم بسمة سمع في انحاء الوسط الفني كله باللي هي بتعمله، وبقت محطة انظار وسائل الاعلام كمان. ضجة كبيرة غطت على برنامج رامز جلال وخلت الكل يركز معاها، وده مش تقليل من شغل رامز، لكن بسمة محضرة نفسها كويس وعارفة ان في منافسين ليها على الساحة. التيم بتاعها من اكفأ الكوادر الموجودين في المجال ده، بيعرفوا يختاروا الضيوف ويفتشوا في صندوق اسرارهم. في الوقت اللي قدرت فيه بسمة تقنع ضيوفها يطلعوا معاها، فشل رامز في انه يستضيف المذيعة رضوى الشربيني ومعاها ياسمين عز. الاتنين ما بينهم حوارات ومشهورين جدا ما بين الناس، وخصوصا المتجوزين. دي واقفة مع الراجل ودي واقفة مع الست، بس يا خسارة مفيش نصيب نعرف الراجل ولا الست اللي هيكسب. كمان رامز حاول يستضيف لاعب الاهلي حسين الشحات ولاعب بيراميدز المغربي محمد الشيبي، لكن المحاولة فشلت على الرغم ان الحلقة دي كانت هتطلع ترند، وده لان المشكلة اللي ما بين الاتنين في اقلام على وش وحاجات كده شبه الالماني وعبده موتة، بس جوه المنافسة اللي بين رامز وبسمة ما منعهاش من انها تلطف الجو وتستضيف حبيبة الجمهور رانيا يوسف ونزار الفارس. والكلام هنا على الحلقة الجريئة اللي لفت بيوت مصر بيت بيت. يا ترى ايه رأيكم؟ هل برنامج بسمة بالفعل تفوق على رامز جاب من الاخر؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.